فرانكي ديونغ يقترب من الرحيل عن برشلونة. لامين جمال: أراقب المدافعين وسأعود أقوى لتحقيق جميع البطولات مع برشلونة. سبورت: تؤكد أنسو فاتي يتسبب في أزمة داخل الفريق الكتالوني. جوهرة البرسا على رادار أندية الليغا الإسبانية. الليغا تؤيد قرار المحكمة بشأن قضية داني أولمو. وقبل البداية لا تنسوا أن تشاركون بآرائكم في التعليقات عن الذي ينقص برشلونة الفترة القادمة. وإذا كنت من متابعي النادي الكتالوني برشلونة لا تنسى الاشتراك في القناة، عمل لايك ومتابعة لصفحتنا. ولنبدأ الفيديو بخير ذكر للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديونغ يقترب من الرحيل عن برشلونة. كشفت بعض التقارير الصحفية عن تطورات مستقبل الهولندي فرانكي ديونغ مع فريقه برشلونة الإسباني، ويقترب عقد الهولندي مع نادي برشلونة من نهايته حتى 26 و2030 من الشهر. وعلى الرغم من محاولات برشلونة لتجديد عقده في الموسم الماضي، إلا أن اللاعب الهولندي لم يستجب لعرض النادي الذي يبدو الآن على قد طي النسيان. وفقا لما ذكرت موندو ديبورتيفو الإسبانية، الوضع الحالي لدى ديونغ يختلف تماما عما كان عليه عند وصوله إلى النادي الكتالوني في العام 2019، حيث كان وقتها نجما صاعدا خطف الأنظار بأدائه المذهل مع نادي أياكس أمستردام. ووقتها برشلونة بذل مجهودا كبيرا للتوقيع معه ومتغلبا على منافسة شرسة من أندية مثل السيتي وباريس سان جيرمان. ولكن بعد 5 سنوات ونصف لم يعد ديونغ يعتبر لاعبا لا غنى عنه في برشلونة، كما أن جماهير النادي لم تعد تنظر إليه بالحماسة ذاتها. وهناك استطلاع رأي أجبرته مؤخرا أوساط النادي كشف أن غالبية أعضاء برشلونة لا يفضلون تجديد عقد ديونغ. لامين جمال: أراقب المدافعين وسأعود أقوى لتحقيق جميع البطولات مع برشلونة. تحدث النجم الإسباني الشاب لامين جمال لاعب فريق برشلونة عن موعد عودته من الإصابة والمشاركة من جديد مع الكتالوني الفترة المقبلة. وكان لامين جمال قد أصيب خلال المشاركة في مباراة برشلونة ضد ليغانياس، والتي انتهت بخسارة الفريق الكتالوني بنتيجة هدف مقابل لا شيء في إطار منافسات بطولة الليغا. وفي وقت سابق أعلن النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي إصابة لامين جمال بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الأولى وغيابه لمدة 4 أسابيع. وقال في تصريحات لماركا: لا أعتقد أن الإصابة مرتبطة بالإصابات السابقة، أعتقد أن الأمر كان سوء حظ فقط، ولأنها جاءت نتيجة ضربة تعرضت لها على مستوى الكاحل. هذه أمور تحدث في عالم كرة القدم، أراقب جميع المباريات ولكي يعود في أفضل حال. لاعب برشلونة أضاف: هانز فليك مدرب ألمانيا الذي يأتي ليتحدث إليك يشرح لك الأسباب دائما. النصائح التي يقدمها تجعلنا أفضل، ويمنح الكثير من الثقة، ويعرف تماما ما يقوله في اللحظة المناسبة. دائما ما يخبرني أنني لاعب مهم جدا للفريق ويحثني على أن أصدق ذلك. وأكمل: أسلوب لعبنا ممتع جدا للمشجعين، نحن نلعب كرة هجومية مباشرة، وعندما أمسك الكرة على الجناح أشعر أنني أقدم أفضل ما لدي، لأنني أتمتع بحرية الحركة ولا توجد قواعد تحدثني عن ذلك. وربما دفاعيا نحن لسنا في أفضل الأحوال وبالسنوات الماضية، لكن هجوميا هذا أحد أفضل المواسم. واردف جميعنا كنا نشجع برشلونة منذ الصغر، وندرك جيدا أهمية اللعب من أجل هذا الشعار. أجواء غرفة الملابس مليئة بالطاقة الإيجابية، وكان حلما أن أسجل هدفا في الكلاسيكو. لقد كان عاما مهما بالنسبة لي، حيث تطورت من القليل إلى الكثير، وشعرت بأهميتي سواء في الفريق أو مع المنتخب. واختتم اللاعب الشاب قائلا: بالتأكيد افتقدت كثيرا للألقاب الجماعية مع الفريق في العام 2024-25. هذا ما أطمح لتحقيقه على المستوى الشخصي، وأريد التتويج بجميع البطولات الممكنة. أعتقد أنني بحاجة لتسجيل المزيد من الأهداف، ولأنني تحسنت كثيرا في التمريرات الحاسمة. سبورت: أنسو فاتي يتسبب في أزمة في برشلونة. تسبب لاعب فريق برشلونة أنسو فاتي في مشكلة داخل أروقة النادي بعدما أفادت تقارير صحفية إسبانية منذ البارحة الجمعة، وحيث كان فاتي قد عاد إلى الكتالوني من جديد الصيف الماضي بعد انتهاء فترة الإعارة من برايتون الإنجليزي. ولم يشارك اللاعب إلا في 7 مواجهات فقط مع الفريق تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك. هذا الموسم لم يسجل أي أهداف أو حتى يصنع آخرين، وعانى فاتي من مشاكل تتعلق بالإصابات من جديد، ومما أدى إلى غيابه عن الملاعب. وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن أنسو فاتي يثير مشكلة في برشلونة بالنظر إلى راتبه الكبير وعدم تقديمه ما هو متوقع من جانبه على المستوى الرياضي.
ووقع فاتي على عقد جديد مع برشلونة 2021 حيث إنه ساري حتى 2027 ومع زيادة كبيرة للغاية في الراتب يبلغ حوالي 4 ملايين يورو سنويا، أي أنه ضمن أعلى الرواتب في النادي الكتالوني. وأوضحت أنه بالنظر إلى الإصابات المستمرة فإن فاتي لم يقدم ما يبرر ما يحصل عليه من أموال، في حين أن برشلونة متشدد للغاية بشأن الحد الأقصى للرواتب ولدرجة تجعله غير قادر على تسجيل أولمو أو باو فيكتور بشكل طبيعي. وأفادت أنه في النادي يشعرون بالقلق بشأن راتب فاتي حيث إنه يمثل عائقا لتعزيز الفريق بالنظر إلى كم الأموال التي ينبغي على الإدارة دفعها له، على جانب آخر عدم الالتزام رياضيا. كما أن راتب فاتي يمثل مشكلة أمام أي ناد قد يفكر في الحصول على خدماته. وأكدت أن برشلونة سيكون سعيدا بالتخلي عن خدمات فاتي، ولكن مسؤولي الإدارة الرياضية يدركون أن تلك العملية غير ممكنة في الوقت الحالي بسبب كل ما يحيط باللاعب، ومن ثم فإن الرهان اليوم هو استعادته على المستوى الرياضي، وهو السبيل الوحيد لاستعادته أيضا على المستوى الاقتصادي. جوهرة برشلونة على رادار أندية الليغا. عبرت العديد من أندية الدوري الإسباني الليغا الممتازة عن رغبتها في التعاقد مع اللاعب الشاب بابلو توريه خلال فترة الانتقالات المقبلة للعام 2025 في صفوف برشلونة. ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الإسباني الشاب مع كاتالونيا خلال الانتقالات الصيفية للعام 2026، حيث لا يزال يتبقى في عقده موسمان آخر. ولعب بابلو توريه صاحب 21 عاما في 9 مباريات مع فريقه برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لاعب الوسط الهجومي بابلو توريه لا يفكر في مغادرة النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية على الرغم من قلة الدقائق التي يلعبها، إلا أن هنالك أندية مهتمة بالتعاقد معه. وأضافت الصحيفة الإسبانية أن توريه من بين اللاعبين الأقل مشاركة في الفريق. الليغا تؤيد قرار المحكمة بشأن قضية أولمو. رحبت رابطة الدوري الإسباني لا ليغا لكرة القدم بقرار المحكمة الجمعة برفض استئناف برشلونة بشأن تسجيل لاعبه داني أولمو فيما تبقى من الموسم، وهو ما يعني أن الدول الإسباني لن يشارك مع النادي الكتالوني اعتبارا من الأول من يناير المقبل. وتؤيد الليغا بذلك أيضا القرار للمحكمة بشأن قضية أولمو وتعاقد برشلونة في أغسطس الماضي مقابل نحو 55 مليون يورو، ولكن بسبب عدم قدرة النادي على تلبية سقف الرواتب في الدوري الإسباني سجل لاعب الوسط المهاجم في النصف الأول من الموسم فقط، ونجح النادي في تسجيل أولمو بعدما أدت الإصابات الطويلة للإبعاد للاعب الفريق الأول وعن التشكيل لعدة أشهر، وهو ما سمح لبرشلونة بتخصيص جزءا من رواتبهم لتسجيل اللاعب صاحب 26 عاما. ومن المقرر أن ينتهي التصريح المؤقت الممتد ل4 أشهر لأولمو بنهاية الشهر الجاري. ورفضت المحكمة التجارية رقم 10 في الكتالوني طلب النادي بتسجيله مؤقتا. ووفقا للبيان الصادر عن الرابطة، علمت رابطة الليغا اليوم بالحكم الذي رفض طلب التسجيل المؤقت لداني أولمو حتى 30 يونيو 2025. يأتي هذا على أساس عدم استيفاء أي شرط من الشروط اللازمة لمنحه تصريحا مؤقتا. وينص الحكم أيضا على أن الغرض من السماح بالإنفاق الإضافي هو أن لا تؤدي الإصابة طويلة الأمد لإضعاف القدرة التنافسية للفريق، وليس استخدام الإصابة طويلة الأمد للسماح بتسجيل اللاعبين الذين تتجاوز رواتبهم الحد الأقصى، وهو ما يحاول برشلونة القيام به. وكان أولمو الذي قاد إسبانيا للفوز ببطولة أوروبا في وقت سابق من العام الجاري جزءا من التشكيل الأساسي للكتالوني، ويحتل برشلونة المركز الثالث في الليغا بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر. وأضافت رابطة الليغا أن قرار عدم تسجيل أولمو اتخذ من البداية من قبل هيئة التحقق في الميزانية، وتأكد ذلك 3 مرات من قبل لجنة اللعب المالي النظيف ولجنة الطعون في الرابطة ولجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني. وتتلقى بدورها المساعدة الإدارية من قسم التراخيص بالاتحاد الأوروبي للعبة. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة تقدم باستئناف أمام المحكمة الابتدائية، والتي ستتخذ القرار الاثنين المقبل قبل يوم واحد من الموعد النهائي.